الليلة الأخيرة في الفندق كان في فندق قديم في وسط المدينة اسمه فندق الأمل. الفندق ده كان معروف إنه مهجور، لكن في ناس كتير بتقول إنه في أرواح بتتجول فيه. في ليلة من الليالي قرر شاب اسمه علي إنه يقضي ليلة في الفندق ده عشان يثبت لنفسه إنه مفيش حاجة اسمها أرواح. وصل علي الفندق في وقت متأخر من الليل. كان المكان مظلم ومحش والرياح بتعصف بالأشجار اللي حواليه. دخل الفندق ولقى الاستقبال مهجور، بس فيه جرس قديم. رن الجرس وبعد شوية ظهر له موظف غريب الشكل، عيونه غامقة وشعره طويل. قال له: أهلا وسهلا، عايز غرفة؟ علي حس بشوية قلق، لكن قرر يكمل: أيوة، عايز غرفة لو سمحت. الموظف كتب اسمه في دفتر قديم، وده كان أول حاجة خلت علي يحس إن في حاجة مش طبيعية. بعد كده الموظف قال له: غرفتك في الطابق الثالث رقم 13. علي اتجه للطابق الثالث ولقى الغرفة، فتح الباب ودخل، لكن أول ما دخل حس ببرودة غريبة في الجو. الغرفة كانت مليانة غبار والأثاث قديم ومهدم. قرر إنه يستكشف المكان وبدأ يتجول في الغرفة. بعد شوية سمع صوت خفيف جاي من الحمام. قلبه بدأ يدق بسرعة، لكنه قرر يروح يشوف. فتح باب الحمام ولقيه فاضي، لكن في المراية شاف صورة لحد ورا ظهره. لما التفت مفيش حد. قلبه كان بيخفق، لكن حاول يهدى نفسه. رجع للغرفة وقرر يشغل التلفزيون، لكن التلفزيون كان عطلان، وبدل ما يشتغل بدأ يطلع أصوات غريبة، أصوات ضحك وبكاء وكأن في حد بيتكلم معاه. علي حس إنه مش لوحده وبدأ يحس بالخوف. فجأة الإضاءة بدأت تومض وسمع صوت خطوات جاية من الممر. حاول يفتح الباب، لكن الباب كان مقفول. بدأ يصرخ: مفيش حد هنا؟ لكن مفيش رد. الصوت زاد وبدأ يحس بوجود حد معاه في الغرفة. بعد شوية لقى نفسه قاعد على السرير وبدأ يشوف خيالات تتحرك في الزوايا، خيالات لناس كانوا عايشين في الفندق زمان، كانوا بيبصوا عليه بعيون حزينة. علي حاول يهرب، لكن كل الأبواب كانت مقفولة. فجأة ظهر له الموظف الغريب تاني وقال له: أنت مش هتقدر تخرج، دي الليلة الأخيرة ليك هنا. علي حس بالرعب وبدأ يصرخ: عايز أخرج، ساعدني. لكن الموظف ابتسم ابتسامة غريبة واختفى. الخيالات بدأت تقترب منه، وكل واحد فيهم كان بيقول له: مفيش مفر، هتفضل معانا للأبد. علي حاول يهرب، لكن كل الطرق كانت مسدودة. حس إنه محاصر وبدأ يصرخ بأعلى صوته. في اللحظة دي الإضاءة انطفأت تماما وسمع صوت همسات في الظلام: أنت مش لوحدك، إحنا معاك. علي كان في حالة من الهلع وبدأ يحس إنه مش قادر يتحمل أكتر من كده. فجأة الإضاءة رجعت تاني ولقي نفسه في الغرفة لوحده، لكن كل حاجة كانت مختلفة. الأثاث كان جديد والحمام كان نظيف. حاول يفتح الباب، لكن لقى نفسه في نفس الغرفة. كل حاجة كانت زي ما هي، لكن حس إنه في حاجة غلط. بعد شوية سمع صوت الجرس تاني. قرر يخرج من الغرفة، لكن لما فتح الباب لقى نفسه في بهو الفندق، لكن البهو كان مليان بالناس. كلهم كانوا بيبصوا عليه وعيونهم مليانة حزن. واحد منهم قال له: أنت هنا معانا دلوقتي. علي حس إنه مش قادر يتنفس وبدأ يجري، لكن كل الأبواب كانت مقفولة وكل الطرق كانت مسدودة. في الآخر لقى نفسه راجع للغرفة تاني. كل حاجة كانت زي ما كانت، لكن دلوقتي هو كان جزء من الفندق. وفي الصباح لما جت عائلة جديدة للفندق، لقى علي نفسه واقف في البهو مستنيهم، وابتسم وهو عارف إنه مش هيمشي من هنا أبدا.